كابتن احمد، عايز اسال حضرتك سؤال ممكن يكون محرج شويه لحضرتك. لا ما عنديش احراج. يعني الصله الكبيره بين حضرتك وبين كابتن اكرامي، دايما اللعيبه بتحب اللعيبه الرجاله جدا، حتى لو طبعا. لعيب مستواه في الملعب ممكن يكون مش موفق. مثلا احمد فتحي، اهلاويه زملكاويه، اي ناس اي جمهور كله بتحبه، لانه حتى لو مستواه ضعيف شويه بيعوض ده بالمجهود ويموت نفسه. صراحه بشكل مباشر، حضرتك شايف ان كابتن شريف اكرامي حارس مرمى منتخب مصر تهرب من ماتش غانا بعد ما حس ان النتيجه ممكن تعلى عن 4 هو احساس نفسي. انا هقول لك الاجابه بشكل تاني بس هتوصلك اللي انت عايزه. شريف كان يقدر يكمل المباراه، كان يقدر يكمل المباراه. بس شريف خلاص، لا النتيجه بقت 4 والفريق انهار والدنيا خلصت، فيعني هو عنده وجع، يعني من ناحيه عنده الم في ركبته ولا في فخده، عنده الم، ده ما فيهاش فصال، يعني قصه محسومه. لكن تقدر تكمل المباراه، طبعا تقدر تكمل المباراه. هدي لك مثالين صغيرين. يعني كنا نلعب في كينيا في تصفيات كاس العالم مع كينيا في كينيا، وكان الملعب وحش قوي اسمه كازاراني، وابراهيم حسن عمال يعرج. يا ابني في ايه يا سيدي، في ايه؟ فجيت الدكتور شاف رجله، الدكتور احمد ماجد، لا ابراهيم عنده شرخ في رجله. شرخ؟ والله العظيم شرخ في انكل قدمه. ابراهيم لعب 70 دقيقه لحد ما في الاخر رجليه انفجرت. هاني رمزي في مباراه انجلترا في كاس العالم، وعشان ابرق الدنيا كلها انا المسؤول، انا يعني محدش بيحمل نفسه بس انا المسؤول. جه لقينا رجله ما بين الشوطين ومش قادر، فالكابتن جوهري عايز يغيره، كان هيحط لعيب بديل على ذكر اسمه، ما كانش لاعب خالص. انا قلت له لا، لو هاني طلع انا هطلع، هاني لازم يكون موجود في الملعب. بعد المباراه لقينا هاني رجله قد كده فيها شرخ. انا ما بقولش اللعيب اللي عنده شرخ. شريف كان يقدر يكمل المباراه، بالتاكيد كان يقدر يكمل المباراه. حاله الفريق السيئه وحاله الدفاع السيئه، رغم انه كان من نجوم اللقاء، دي حاجه غريبه جدا. شريف شايل 3 اجوان، والدليل انه انت خلصت الماتش الثلاث، رجعت الاربع، شريف كان بيتمرن الجمعه. مظبوط. فالامر يعني انا ما بحبش الحقيقه انصاف الاجابات. انا لازم اكون واضح. حبي للكابتن اكرامي وراجل مثل اعلى وراجل ليه فضل عليا، والله دي حاجه، لكنه الامانه تقتضي ان انا اكون واضح في اجابتي ومحدد. شريف كان يستطيع استكمال المباراه، لكنه خلاص امر انتهى، ونتمنى له ان شاء الله التوفيق في مباراه اورلاندو مع النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله فرص النادي الاهلي في الحفاظ على البطوله الافريقيه بعد الفاصل مع الكابتن احمد شوبير.